مسيحي سابق كان بيتحدث عن ظاهرة أنا عن نفسي استغربت لها جامد جدا والله. بيقول لك أنت لو نزلت شارع شبرا، مشيت كده هوت وسط المحلات، هتلاقي مجموعة من الكهنة بتلف على المحلات تحث أصحاب المحلات اللي أصحابها مسيحيين على التبرعات. والموضوع بقى أشبه بإتاوة محببة، يعني انت فاهمني، ما دفعتش ليه بتاع، وبيمروا يعني بيلموا مبلغ وقدره، يعني لدرجة ان الكهنة جوه الكنائس بدأت تحس شعب الكنيسة خاصة النساء، يعني ان هم يحسوا عيالهم ان التبرعات تبقى جوه الكنيسة ومش بره الكنيسة. انه تحس ان هو صراع بين ناس بتهلب من بره وناس عاوزة تهلب من جوه، او ناس عاوزة تقنن من جوه، وان العملية كلها بقت صراع مين اللي يحصل على القدر الاكبر من اموال الناس. بيطلعوا بره الكنيسة ويلموا من اصحاب المحلات باي حجة، واحنا عارف ان احنا شعب طيب، يعني لو رجل دين قالك على اي ظروف بنلم عشان كذا عشان نعمل كذا وانت ميسر الحال هتروح تدفع يعني. فده يعني شيء غريب جدا يصدر من رجال دين. نسمع التعليق ده كنت عامله من فترة كده، وانا مش عارف انت فهمت اللي انا عاوز اوصله ولا لا. اللي انا فهمته من الثواني دي ان في صراع بين الكهنة وبين الكنيسة. الكهنة يلفوا على المحلات يجمعوا تبرعات، الكنيسة كمان واخدة رد فعل بتحس رعاياها ما تدفعوش للكهنة اللي بتلف على المحلات، ادفعوا هنا جوه هنا. طيب هو مش المفروض التبرعات كلها رايحة بمصادر واحدة؟ هي أول حاجة بتصب في اتجاه واحد وهتروح لمصادر واحدة. ايه اللي يخلي الكهنة يطلعوا بره الكنيسة وياخدوا التبرعات؟ ولا سيما ان دي هيبقى فيها شبهة، انت واخد التبرعات تحت بند ايه؟ يعني لو التبرع جوه الكنيسة هيديها نوع من الشرعية، لكن في صراع ليه بقى؟ الصراع على التبرعات. الصراع على التبرعات هيلبس هذه التبرعات صفة طبعا مش كويسة. يبقى التبرعات بتروح فين؟ يعني اللي بيلحق يلم ولا ايه؟ يعني اللي يلحق ياخد قبل التاني. وبدورها الكنيسة بتقول للناس لا، ما تدوش للكهنة اللي بتلف على التبرعات. عاوزين تتبرعوا ادوا هنا، لان الكنيسة هي اللي بتقوم بالدور وهي اللي بتضم الاولاد وهي اللي بتخلي الاولاد تتعلق بيها، يعني هي اللي منوطة بلم التبرعات. صراع تجارة.